تابع اخبارك ايه؟ وفكرة القناة ان انا اقرأ الكتاب واعطيك الشرح بتاعه، فان كنت حابب انك انت تسمع الشرح بتاع الكتاب تابعني على القناة. النهاردة بخصوص كتاب قواعد الثراء اللي بيتكلم فيه الكاتب وبيقول تحكم في الموارد بتاعتك، الموارد المالية. ازاي تتحكم في الموارد المالية بتاعتك لو انت بتشتغل، او لو انت عندك وظيفة، او لو انت عندك مجال بتشتغل فيه، او ايا يكن اي دخل بيجيلك. حاول انك انت تتحكم في مصاريفك، تتحكم في الموارد اللي انت بتصرف فيها. بتصرف فلوسك في ايه؟ لو معاك فيزا او معاك بطاقة ائتمان وبتشتغل عليها دايما مشتريات وكده، اوقفها. حاول انك انت توقف اي حاجة بتستنزف الفلوس بتاعتك. حافظ على فلوسك دايما، علشان في وقت معين بتحتاج انك تشغل فلوسك في حاجات تانية كتير. واول حاجة عشان تبقى عارف كويس اوي انك انت تقدر انك انت تتحكم في فلوسك، اوقف اي طريقة بتشتري بيها بالفلوس. اي حاجة بتقدر تشتريها اوقفها وقول ان انا فعلا محتاج الحاجة دي اشتريها ولا لا. لو انت مش محتاج انك انت تشتري، يبقى انت كده بتوفر فلوسك. هتوقف عملية الشراء. اي مكان بتروح وبتلاقي الحاجة قدامك سهل انك انت تشتري، فكر اكتر من مرة في انك انت بدل ما تستنفذ الفلوس حافظ عليها. يعدي يومك كله وانت بدل ما صرفت لا حافظت، فبالتالي عدى عليك اليوم 2 3 والقرش بقى موجود معاك من غير ما هو ما يتصرف. تاني مرة، لو انت عندك اي حاجة لها علاقة بالمديونية، فيزا بتدفع لها مديونية او كريدت كارد بتدفع له مديونية، فاعمل خطة انك انت توقف اي مديونية موجودة. اوقف اي حاجة بتستنفذ فلوسك. حافظ على فلوسك دايما وما تبقاش بتصرف اي حاجة في اي حاجة، لان محافظتك على فلوسك بيساعد انك تقدر تطور وتقدر تتحكم في مصاريفك. تتحكم في الموارد اللي انت بتصرف فيها. بتصرف فلوسك في ايه؟ لو معاك فيزا او معاك بطاقة ائتمان وبتشتغل عليها دايما مشتريات وكده، اوقفها. حاول انك انت توقف اي حاجة بتستنزف الفلوس بتاعتك. حافظ على فلوسك دايما، علشان في وقت معين بتحتاج انك تشغل فلوسك في حاجات تانية كتير. اوقف اي طريقة بتشتري بيها بالفلوس. اي حاجة بتقدر تشتريها اوقفها وقول ان انا فعلا محتاج الحاجة دي اشتريها ولا لا. لو انت مش محتاج انك انت تشتري، يبقى انت كده بتوفر فلوسك. هتوقف عملية الشراء. اي مكان بتروح وبتلاقي الحاجة قدامك سهل انك انت تشتري، فكر اكتر من مرة في انك انت بدل ما تستنفذ الفلوس حافظ عليها. يعدي يومك كله وانت بدل ما صرفت لا حافظت، فبالتالي عدى عليك اليوم 2 3 والقرش بقى موجود معاك من غير ما هو ما يتصرف. وتاني مرة، لو انت عندك اي حاجة لها علاقة بالمديونية، فيزا بتدفع لها مديونية او كريدت كارد بتدفع له مديونية، فاعمل خطة انك انت توقف اي مديونية موجودة. اوقف اي حاجة بتستنفذ فلوسك. حافظ على فلوسك دايما وما تبقاش بتصرف اي حاجة في اي حاجة، لان محافظتك على فلوسك بيساعد انك تقدر تطور وتقدر تعدل. لو بتدخن سجاير، اعرف انك انت تستقطع جزء من الثمن اللي انت بتجيب منه السجاير. لو بتجيب السجاير برقم، حاول تجيب بنص الرقم وتستقطع نص الرقم التاني تستفاد بيه تدخره. لو انت بتقبض مرتبك، حاول انك انت تستقطع من مرتبك ده جزء وتدخره، وهكذا. لو انت بتعمل شغلانة عند حد، حاول تستقطع. حافظ على الفلوس دايما طول الوقت، ان كان رقم قليل او ان كان رقم كبير. حافظ على الموارد بتاعتك عشان تقدر بعد كده تتحكم فيها فيما بعد. لو انت شخص عندك معاك بطاقة ائتمانية، فحاول على قد ما تقدر توقفها خالص وما تستخدمهاش. لو انت عندك مديونية في البطاقة دي، حاول انك انت تسد مديونيتك اول باول، علشان ما يبقاش فيه طرف بيستنزف منك فلوس. عشان طول ما الفلوس انت بتحافظ عليها هتقدر تستغلها في حاجة واتنين وتلاتة. يكفي انك ماسك القرش وما تصرفوش في حاجات ما تنفعش، حاجات ما فيهاش اي نفع ليك. حاول انك انت تخلي القرش موجود معاك طول الوقت، وتسد اي حاجة بتستنزف منك فلوس. اي حاجة فيها شرب او اي حاجة فيها اكل ما فيهاش منفعة خالص، او صرف عمال على بطال في المواصلات او غيره، استنفذ. حاول انك انت تمسك الامور دي وما تستنزفش القرش بتاعك في اي حاجة. فحافظ على القرش وحافظ على وجوده معاك طول الوقت. وقت ما انت ما بتسد اي مديونية موجودة عليك، ابعد عن اي اغراء ليه علاقة بانك انت تحط البطاقة بتاعتك او الفيزا بتاعتك وتسحب وتشتري. اوقف عادة المشتريات اللي موجودة عندك، عادة المشتريات اللي موجودة جواك، انك انت بتحب تروح تشوف الحاجة وبتحب تدفع فيها فلوس عشان الغريزة اللي جواك، غريزة ان انا امتلك الشيء ده او ان انا بشتري الشيء ده. اوقف الموضوع ده خالص عشان
تقدر تحكم مواردك بعد كده. وده كان كلام النهارده. لو عندك اي كومنت ولا عندك اي حاجه ابعتها لي ارد عليك على طول.